السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل عام وانتم طيبين، تنعاد عليكم يا رب الايام بالخير والبركة، اللهم امين. هنعمل النهاردة مع بعض الراعي الرسمي لعيد الاضحى. هنعمل الفتة المصري باللحمة، تحفة جدا جدا. هعملها لكم النهاردة بطريقة مختلفة شوية، وقولوا لي بقى مين بيعملها زيي، واللي عنده طريقة تانية يقول لي عليها. يلا بينا. اول حاجة هنعملها ان شاء الله وهي سلق اللحمة. طبعا اي قطعية لحمة انت بتحبيها او بتفضليها. مية على النار، كمية المية متبقاش كتيرة قوي، وبحط فيها بصل، ورق لورا، حبهان، ومستكة. ممكن تحطي كمان فلفل اسود حصى، او ممكن تخلي الفلفل الاسود مع الملح في اخر حاجة خالص قبل ما نطفي. بتبقى اللحمة خلاص استوت، بنحط بس الملح والفلفل ونديها غلوتين وخلاص على كده. اول ما المية تغلي بحط كمية اللحمة بتاعتي كلها في المية المغلية، وبغطي. اول ما المية تبدأ تغلي بحط سر هيسرع لك تسوية اللحمة، وهي نوى البلح، واسيبها متغطية وتستوي على نار متوسطة. هتطلع معاكي تحفة جدا ان شاء الله. هنا العيش انا بفضل ان انا اقطعه بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. بقطع كل كمية العيش بسرعة، مبتاخدش معايا وقت، وبقطع احجام كلها متساويه وفي نفس الوقت صغيره. انا مش بحب اقطع العيش قطع كبيره. العيش له طريقتين، يا اما تحطيه في الفرن وتحمصيه في الفرن وبعد كده تكسريه، يا اما بالطريقه اللي انا بحبها جدا جدا والمفضله والمحببه الى قلبي، هي الطريقه دي. معلقه سمنه حلوه كده، سمنه بلدي، وفصين توم مفرومين، وبنزل بمكعبات العيش البلدي اللي انتوا شايفين كده بالظبط. بقلب كل الكلام الحلو مع بعض ده لغايه ما العيش يخرفش في الطاسه. يعني ايه؟ يعني خلاص وصل لدرجه القرمشه. اطفي عليه واسيبه زي ما هو. هنا كنا بنطمن على اللحمه هنا خلاص استوت، حطيت الملح والفلفل الاسود وطفيت عليها. وهنا كمان العيش خلاص اتحمر وبقى تمام. يلا بينا على الخطوه اللي بعد كده. هنعمل ان شاء الله مع بعض الرز الابيض المصري الحلو جدا جدا، عادي خالص. طبعا عدد كوبايات الرز برضو يا جماعه، كل فيديو بقول المعلومه دي. الرز او اي كميه اكل او اي مقادير على حسب عدد اسرتك. مثلا انا هنا كنت عامله مثلا 5 كوبايات رز مصري، حطيت عليهم 5 كوبايات ميه، معلقتين سمنه بلدي حلوين كده، وبشوح الرز لحد كده ما صوته يطلع في الحله. وبعد كده بزود الميه سخنه. الميه لما بتتحط سخنه فمش بيطول لي فتره الغليان، فبيشرب الميه بسرعه. واوطي على التوطيه الواطي بتاعت الرز العاديه خالص، واسويه عادي خالص خالص. بعد كده هنعمل الصلصه بتاعه الفته. معلقه سمنه بلدي، فص توم، عصير طماطم، ومعلقتين صلصه من اي نوع صلصه انت بتحبيه، ملح، فلفل اسود، بس كده. واسيبها تتسبك، ومش بخليها تنشف قوي قوي، بخليها شويه جوسي عشان انا مش بحبها ناشفه قوي. بس كده خلاص، سهله جدا جدا جدا، ومش معقده لك الدنيا اهو. اظن الفته سهله جدا جدا. الشغل كله بقى ان شاء الله هقوله لكم كمان شويه. تعالوا بس نعمل الاول تقليه التوم والخل. حلوه قوي قوي قوي. برضو معلقه سمنه بلدي، الراعي الرسمي النهارده يا جماعه، وفصين توم او معلقه توم كبيره كده حلوه مفرومه. وبحط التوم على السمنه، وبشوح التوم، مش بغير لونه، انا بس بشوحه ريحته تطلع وخلاص على كده. بعد كده بعمل ايه؟ بنزل بكوبايه خل او نص كوبايه خل، ومغرفه او مغرفتين شوربه من شوربه اللحمه اللي احنا سلقناها. بس كده اسيبها تغلي، رشه ملح خفيفه جدا جدا، ورشه فلفل اسود، وجهزت خلاص كده تقليه التوم والخل بتاعتي. تحفه جدا جدا، وبيبقى طعمها فظيع في الاكل بجد فعلا يعني. تعالوا بقى اقول لكم التركات بتاعتي في الفته. المتعارف عليه طبعا يعني ان بعد العيش ما بيتحمر او بيتحط يعني في الفرن ويتكسر وكده، بنحطه زي ما انتم شايفين كده في الطاجن او في الصينيه او في الطبق او ايا كان، وبيتسقي بشوربه. لا انا مش بحب اسقيه بشوربه. انا بحب يعني احس كده بقرمشه العيش. مش بحبه طري، انا بحبه كده زي ما هو. بكتفي بحاجتين، بكتفي بسخونيه الصلصه وسخونيه الرز اللي انا هحطه عليه. يبقى انا هنا حطيت طبقه العيش كلها، حطيت مغرفتين صلصه، حطيت شويه دقه خل وتوم، وهقلبهم على بعض كويس جدا جدا، بحيث ان كل الكلام الحلو ده داخل مع بعضه، ويبقى كله العيش شارب من الصلصه والتوم والخل. مش هحط شوربه خالص 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 يا جماعه في الفته. الشوربه دي بره، عايزه تحطيها اثناء الاكل براحتك، مش عايزه تحطيها برضو براحتك، بس انا بعمل الفته بالطريقه دي. مين بيعملها زيي؟ اللي وصل للمقطع ده يقول لي مين بيعملها زيي، ومين ليه طريقه تانية يقول لي عليها. يلا بينا نحط الرز. هنحط الرز طبعا الكميه اللي انت عايزاها براحتك خالص. في ناس بتحط طبقه رقيقه جدا من الرز، وفي ناس زي كده بيحبوا الرز شويه كتير. عفوا.
بيحبوا الرز شويه كتير. تمام. خلاص كده يبقى انا هنا حطيت الرز الكميه اللي انا بحبها. بحب مثلا طبقه الرز تبقى اعلى شويه من طبقه العيش، وهسوي الرز عادي جدا وهخليه في مستوى، يعني هعمل شكل كده. برضو احنا العين بتاكل القبل الفم يا جماعه. لازم لما اقدم حاجه او اعمل اكله لازم شكلها يبقى حلو، بحيث ان أنا لما اشوف منظرها كده تشجعني على الاكل. خصوصا الاطفال بينبهروا جدا، بينبهروا جدا بشكل الطبق او الاكل او الالوان المختلفه في الاكل. فانا كده بشجعهم ان هم ياكلوا. بصراحه انا من يوم ما بقيت وانا بحافظ جدا جدا على الموضوع ده، ان انا اشجع ابني ان هو ياكل. مش بياكل كل انواع الاكل بس بحاول. بس كده، ربنا يبارك في اولادنا جميعا يا رب. انا هنا حطيت كميه الرز اللي ترضيني او اللي انا بحبها. طبعا في ناس بتحب الرز اقل من كده، مفيش مشكله خالص. برضو مش هحط شوربه خالص هنا. كل اللي هعمله ان انا بقى هزين الطاجن الحلو التحفه الجميل ده. مش قادره اقول لكم اصلا الريحه كانت خطيره. وانصحكم والله العظيم لو عملتوا الفته بطريقتي هتاكلوا احلى فته ممكن تاكلوها في حياتكم. بجد تحفه 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 جدا 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 جدا. بس خلاص انا هنا يعتبر خلصت. فيديو صغير مش هطول عليكم. انا قلت لكم صنف واحد بس علشان الفيديو ميبقاش طويل عليكم. هحط الصلصة وباقي الصلصة هحطها في طبق جانبي، وبرضو هحط التوم والخل نفس الكلام، وهحط الباقي برضو في طبق خارجي، بحيث ان اللي حابب يزود او ياخد قطعة الفتة بتاعته. عايزه اقول لكم ان انا كنت مقطعاها زي التورته، يعني لما قعدنا بقى نتغدى قطعتها كده زي التورته بالظبط وطلعت زي الخرطه، كانت تحفه جدا. طيب اللحمه انا عملتها ازاي؟ طبعا اللحمه بعد ما اتسلقت واخدت ملحها المظبوط شلتها، صفيتها من شوربتها. والصينيه اللي كنت محمره فيها العيش، خدوا بالكم من التريكات دي والله بتخلي الحاجه تحفه. الصينيه اللي كنت محمره فيها العيش حطيت عليها معلقه سمنه ومعلقه توم ومعلقه صلصه من صلصه الفته بتاعتنا، وشوحت فيها اللحمه. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض بجد، تحفه جدا جدا جدا، رهيبه. انصحكم تجربوا الفته بطريقتي، وانا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم. كل عام وانتم طيبين. اوعوا تنسوني في دعواتكم الحلوه، ولكم بالمثل ان شاء الله. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا اللايك والشير. سلام عليكم.